نخش في الموضوع على طول الدور. جاي على مين يا ابني؟ انت وهو احنا محررين الفيديو لسه في خط الأمان. يعني مستحيل المجال بتاعنا يختفي زي ما مجالات كتيره ما اختفت البرمجه وتعديل الصور وتعديل الصوت والثلاثي الأبعاد وغيره. طيب النموذج اللي انتم قلبين الدنيا عليه اللي هو جوجل VO 3، بص أنا كمحرك فيديو ممكن استخدمه ازاي؟ الشغل مثلا ناقصني مشهد ومش لاقيه على أي موقع، ممكن بدل ما انزل اصور من تاني ممكن اكتب برومبت. ولو انا مش بعرف اكتب برومبت خالص ممكن اروح الى شات جي بي تي. تعالوا نجرب، بس خلينا نمسح الكلام ده كله ونجرب من جديد. معاكم هنفتح جوجل فيو 3، بس لازم تكون مشغل في PN عشان الموقع مش مدعوم في مصر. الموقع هيفتح معاك بالشكل ده، وزي ما انتم شايفين في فيديو ظهر على الشاشة ده اللي انا كنت عامله قبل كده. هندوس على كلمة مشروع جديد وهندوس على العلامة دي تحويل النص إلى فيديو، ومن الثلاث شرط دول أو إعدادات هنختار النموذج، ويفضل يكون النموذج الثالث لأنه أفضل من ناحية الجودة، بس بيكون عليه ضغط جامد. بس ممكن تختار الثاني أو الأول عادي، مفيش أي مشكلة. وده عدد الفيديوهات في المرة الواحدة. أنا هختار فيديو واحد لكل برومبت. أنا أحمد الغاوي وده صوت بالAI.